اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو تعمل لايك عشان اللايك هو اللي بيدعم القناه بيوصلها لاكبر عدد من الناس. النهارده بقى هنعمل الحواوشي اللي هو بتاع القاهره او الحواوشي المصري. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه جبت اللحمه المفرومه كده زي ما انتوا شفتوا، وحطيت عليها كده بشرت عليها حتة دهنة صغيرة او حتة ليا، دي بتبقى حلوة جدا في الحواوشي ده. وجبت الكبة بتاعتي بدأت اللي انا احط فيها بصلة فلفل اخضر وفلفل احمر اللي هو الفلفل الحامي وبقدونس، وبدأت اللي انا افرم كل المكونات دي. وانتوا حابين تحطوا طماطم حطوا، بس انا مش بحب احط فيه طماطم. انتوا حابين ممكن تحطوا في الخلطة دي طماطمايه، بس حاولوا تطلعوا القلب بتاعها عادي هتبقى حلوة. انا قطعت كده البصل وقطعت الفلفل وقطعت الفلفل الحامي وقطعت البقدونس كده كله في الكبة. وبدأت اللي انا اديله فرمة كده الاول لوحده. بفرمه لحد لما يعني ولا يبقى ناعم قوي ولا يبقى خشن قوي، يبقى متوسط، بحيث ان احنا لسه هنحط خطوة اللحمة. هحط اللحمة معايا تاخد ضربة. لو انتوا عادي، انا اللحمة بتاعتي بس عشان زي ما شفتوا كانت الاول متلجة وسبتها تفك فقلت اديها ضربة في الكبة. بس انتوا ممكن تضربوا كل الخضار، ولو اللحمة عندكم مش مجمدة يعني طرية، تروحوا حاطين عليها الخضار ده. وببتدي احط ملح وفلفل اسود بس. انتوا طبعا حابين تحطوا بهارات حطوا، لكن انا مش بحب احط غير ملح وفلفل اسود بس، هما دول اللي انا بحطهم. ببتدي بقى اضرب كل المكونات اللي عندي كده زي ما هتشوفوا. زي ما قلت لكم ممكن انتوا ما تحطوش الخطوه بتاعه اللحمه في الكبه، خلوا اللحمه بره وحطوا عليها الخضار واعجنوها كويس. لكن انا عشان كان لسه كنت انا مستعجله ولسه فيها حتت كده مجمده فروحت ضربها في الكبه. بصوا هنا ضربت الخليط اهو، ولا زي ما قلت لكم ولا ناعم ولا خشن، اللي هو يكون متوسط عشان لسه اللحمه هتخش معاه. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك اعملوا لايك عشان اللايك هو اللي بيدعم القناة بيوصلها لأكبر عدد من ممكن. بصوا هبتدي بقى كده هنا خلاص بعد ما نزلت بنزل الجناب واديها ضربة كده. ببتدي اروح حاطه بقى اللحمه اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى الخطوه الجايه بتاعه العيش. احنا طبعا بنجيب عيش من الفرن بيكون بيتفتح، اهم حاجه يكون بيتفتح عشان لو مش بيتفتح دي هتبقى مشكله، فلازم يكون بيتفتح. انا عندي العيش اللي هو الصغير ده بيتفتح لسه كان طازه. بصوا نزلت بقى باللحمه والدهنه كله مع بعض، هديهم ضربه كده واحده في الكبه بتاعتي وخلاص على كده. بجيب بقى العيش بتاعي ده بفتحه. طبعا في ناس كتيرة بتدهن العيش زيت وفي ناس كتير، انا دهنته مية. بس انا شايفة ان احنا ولا ندهن ده ولا ندهن ده. ليه؟ لان هي اصلا اللحمة مع الدهنة بتنزل الدهون بتاعتها، فما كانش محتاج اي حاجة بصراحة. يعني انا على طول بحط فيه مية كده من جوه زي ما هتشوفوا دلوقتي هنعمله ازاي. وفي ناس بتدهنه زيت، بس انا شايفة ان هو مش محتاج الكلام ده كله، لان الدهنة هتنزل زيت والمية والخضار هينزلوا اللحمة والخضار هينزلوا المية، فيبقى ولا محتاج ده ولا محتاج ده. اللي محتاجه بس ان احنا ندهن الصاج شوية زيت عشان ما يلزقش فيه. بصوا هنا بعد ما ضربت اللحمه اهو كورتها طلعوا زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اجيب العيش بتاعي دلوقتي وهفتحه قدامكم وهتشوفوا الخطوه اللي انا عملتها. الخطوه بتاعت الميه طريته قوي، يعني انا سيبته بقى في الفرن كتير عشان ينشف. فانتوا الافضل ما تحطوش زي ما قلت لكم ميه، لان هو اصلا الخضار واللحمه بتنزل ميه والدهنه اللي احنا حاطينها بتنزل دهون، فاحنا مش محتاجين ولا دهون ولا ميه. زي ما قلت لكم دهنوا بس الصاج بتاعكم شويه زيت وحطوه في الفرن هيبقى احلى، يعني احلى عيش باللحمه او احلى حواوشي ممكن تاكلوه. وبعد ما يستوى كده من تحت تروحوا قلبينه على الوش التاني، تدخلوه برضو الفرن بحيث ان هو ياخد الوشين. بصوا العيش عندي مفتوح اهو. انا بقى في الخطوه دي جبت طبق كده فيه ميه وبدات اللي انا بل ايدي واحطه كده من جوه. انا بقول الخطوه دي لا ما تعملوهاش، والناس اللي بتدهنها زيت جوه لا ما تدهنوش زيت. انا زي ما قلت لكم دهنوا بس الساق شويه زيت وخلاص على كده. في ناس بتدهن كمان سمنه بيبقى كتير قوي، لكن انا شايفه لا ما تحطوش اي حاجه. افتحوا العيش وحطوا بس اللحمه بتاعتكم كده
وولعوا الفرن طبعا من قبلها عشان يبقى سخن. والناس اللي بتقولك اللحمه ما بتستويش، لا، اللحمه بتستوي وبتبقى حلوه جدا جدا، وبيبقى طعم العيش حلو قوي، بيبقى مقرمش من بره وبيبقى طري من جوه. جربوه. ما تحكموش على الحاجه من غير ما تجربوا، جربوا الاول وان شاء الله هتعجبكم. واسمه تغيير وحاجه سريعه، يعني انا ما خدتش وقت، كان يعني ما كنتش عامله اكل وكنت مستعجله، فعملت اللحمه بسرعه زي ما شفتوا، وبدأت احشيها وزي ما انتم شايفين من غير بقى عجين ولا فرد ولا الكلام ده، ودخلته الفرن وكان طعمه حلو جدا جدا. جربوه بجد هيعجبكم. بس زي ما قلت لكم ما تحطوش اي حاجه، دهنوا بس الصاج، وبعدين دخلوه الفرن يستوى، تحطوه كده عادي، وبعدين اقلبوه الناحيه التانية ودخلوه الفرن تاني. الخطوه بتاعت الميه دي ما تعملوهاش، والخطوه اللي بيدهن فيها سمنه او زيت لا ما تعملوهاش برضو. آه هنا بقى هكمل كده كل اللي عندي. بصوا بفرد بقى اللحمة بكل سهولة كده جواه، وبولع بقى الفرن يبقى سخن على درجة حرارة عالية جدا، وبجيب الصاج بتاعي وببتدي ان انا ارص فيه العيش بتاعي. بس اهم حاجة ان انا ادهن الصاج شوية زيت عشان العيش ده لما ينزل المية بتاعته كده ما يلزقش في الصاج. وبندخله بقى يعني في الفرن شوية لحد لما يستوى كده، وبعدين بقلبه الناحية التانية بحيث كل الناحيتين يكونوا استووا كويس. وببقى مولعة الفرن من تحت ومن فوق، لو انت عندك من تحت بس يبقى حطي العيش وبعدين طلعيه واقلبيه زي ما قلتلك. هنفضل بقى نعمل كده. بصوا انا جايبه العيش الصغير ده بيتفتح معايا بكل سهوله. على فكره ينفع بالعيش البلدي، بالعيش هو اصلا اصله العيش الاسمر اللي هو بتاع مصر ده. فاي عيش عندك بيتفتح اعمليه، مش هيقول لا. يعني وانتوا عارفين ان اللحمه المفرومه اصلا مش بتاخد وقت في السوا، يعني الناس اللي بتقولك ني ني ازاي واللحمه اصلا ما بتاخدش وقت، وده بيخش الفرن بيقعد فتره. فانا واثقه ومتاكده جدا ان هو هيستوى، هيبقى طعمه حلو جدا جدا. جربوه بس الاول وبعدين احكموا. سريع ما بياخدش وقت، يعني تجيبوا اللحمه تعملوها في ثواني. لو انتوا مستعجلين على الغدا فدي من ضمن الاكلات الحلوه جدا جدا. وزي ما قلت لكم ممكن الولاد وهم رايحين المدرسه تدوهم منه فبيبقى حلو برضو. هنا بقى هنخلص كل الكمية اللي عندي دي كده، وبعدين هرصها بقى في الصاج زي ما هتشوفوا دلوقتي. انا دهنت الصاج شوية زيت اهو، بدأت اللي انا ارصهم. هدخلهم بقى الفرن. هنا بصوا بعد ما طلع لونه حلو جدا جدا، بوريكم اللحمة مستوية خالص، وكان طعمه وريحته حلو جدا وقالب الدنيا. بصوا مقرمش من بره ومن جوه طري. فاتمنى يكون عجبكم، استنوا الفيديو الجاي. مع السلامة.